السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ صحة رمضانكم خوتي. جينا بالموضوع هذايا على كل حال تاع عز الدين دوخة اللي قصف قناة الهداف مباشرة، يعني قصفهم قصف أرض جو، وزيد على هذه اللي بالماضي كي يقصفكم ما يعجبكمش الحال وتجوا تقولوا انتم حرية التعبير وحرية التعبير ونشر أخبار كاذبة ما فيهاش حرية التعبير. هل نشر أخبار كاذبة وضرب الاستقرار والتحريض هادو ما كاع يعاقب عليهم القانون؟ هل هذه كما نقولوا انتم تقولوا باللي احنا صحافه ومن حقنا باغ اكزومبل نعبروا؟ هذا ما راهوش تعبير. دوك نجو نقراو لكم القصف تاع واسمو عز الدين دوخة وعلاش قصفهم، وشباب الوزداد ردت في الموضوع، وندخلوا في المحاسبه تاع قناه الهداف هذه اللي لازم تتحط عند حدها. يعني وصلت كما نقولوا للاخر اخر يعني الحدود، يعني تعدات، ماشي اخر، تعدات الحدود تاعها. بون راكم تشوفوا من تحت وين كاين السهم هذايا. هذه قناه الهداف واش تقول لك بالوزداد؟ نحو احاله عز الدين دوخة امام المجلس التاديبي بسبب عدم قبوله البقاء في الاحتياط في ما على باليش مباراه ولا ما على باليش. هذه نشروا عليه خبر القناه الهداف اللي دائما ينشروا اخبار. دوك نشوف في الموضوع هذايا. قال لك باللي عز الدين دوخة كما نقولوا حولوه للمجلس التاديبي بالشباب الوزداد، حولته للمجلس التاديبي لان رفض كما نقولوا عدم بقائه في الدكه و واش يرد عليهم عز الدين دوخة؟ دارها في ستوري تاعو، راكم تشوفوا هايليك عز الدين دوخة راهي الفوق. قال لهم قناه الهداف مباشره، ماشي بالشرات ولا يعني بالاسم ديريكت تذكرهم بدون مصداقيه ومقاطعه لها. هنا تفهم الفيلم. ومقاطعه لها من 2017 خير دليل على انني لم اخطئ. يعني هو قاطعهم من 2017، يعني رجع كان بكري يعيطوا له وداروا معه حوار وكذا، قطع عليهم يعني ولا ما يردش عليهم ولا ما يرفدش، قاطعهم مباشره. قال لك هذا يبرهن باللي، وعلى هذيك اللي راهم يتضربوا فيه هما يتضربوا اي لاعب يا ودي عندهم حسابات هذا القناه هذه. قال لك وين راهي لم اخطئ بحقهم في منشور غريب اليوم تحت الهامش يتكلم عن فريق شباب الوزداد انه سيحولني على المجلس التاديبي ولا اعلم السير في محاوله تشويه صورتي وهذه يحاسب عليها القانون. نتمنى ترفع عليهم دعوه، بصح دوك نجي للموضوع هذا. تشويه صورتي بطريقه غريبه، وخاصه اننا في الشهر الفضيل، وليكن في علم من كتب هذا المنشور ومن روجه انني مؤدب ومتربي عليك وكل مسيرتي الرياضيه والحمد لله، وفي كل الفرق التي لعبت لها لم امر على مجلس تاديبي في هايليك أسفاه على مستوى بعض الصحفيين، ونحن نقول أننا نستطيع تنظيم كأس إفريقيا والعالم. يعني هنايا راهو رد عليهم. دوك نجول شباب الوزداد تاني زاد تردت، والرد هذا ما يكفيش دير منشور، نو ترفع دعوة قضائية. هايليك السياربي شباب الوزداد يعني الرسمية تقول لك تبعا للاخبار المتداوله بخصوص قرار احاله الحارس عز الدين دوخة امام المجلس التاديبي للفريق بسبب عدم قبوله البقاء في كرسي الاحتياط، وبمقتضى حق الرد هو حق الشرع، حق يعني القضاء، ما كانش حق الرد تهضر الهضره ما دير والو، حق الرد. وبهدف تنوير الراي العام تفند اداره فريق شباب الوزداد الخبر، مؤكدة أن اللاعب عز الدين دوخة غاب عن التدريبات بسبب الإصابة لا غير، كما أن اللاعب استأنف التدريبات رفقة المجموعة اليوم. هذا وتؤكد إدارة الفريق بأن عز الدين دوخة مثال اللاعب الجدي المنضبط مع الفريق، ويعتبر مثال يقتدى به. شوفوا خوتي راكو شفتوا يعني فريق النادي اللي هما قالوا باللي راح يعاقب، راح يجوزوا خرج ونكر كلش، وقال لك عز الدين دوخة لاعب كما نقولوا يقتدى به وكذا، وهذا خبر كاذب. وعز الدين دوخة راني قريت لكم راهي بالعربيه وقصفهم قصف ارض جو هكذا ولا لا. هذه القناه هذه
يا اكساس اللي تقول حنا نحللوا، اصلا انت ما راكش محلل اصلا، وما ما عندكم حتى واحد محلل، سورتو في الحصه هذيك تاع بالمكشوف او قلت لكم بالمكشوف 100% فوت، وهي 100% خرطي، لان تطلق غير الخرطي الكذب بالصون بيتي ملي يعرف الكونتور. هنا هذه القناه هذه يا اكساس ماهيش تحلل، راهي بالماضي كيقصفكم وكي يقصفكم وكي قال عليكم ارهاب البلاطوهات، وزاد قصفكم مؤخرا للاخبار والاشاعات والاكاذيب والتحريض اللي راكو تنشروا فيه عبر قناتكم هذه الهداف وهي الهدام. يعني ماشي يعني هذه قناه راهي تهدم في المنتخب، تهدم في اي واحد تحب، هذه قناه تصفيه حسابات. المشكل يا خوتي انه هذه القناه هذه راكم تشوفوا الزندوخه، شفتوا بالماضي، شفتوا كذا، ولا واحد تحرك. بون نتمنى انه الزندوخه وشباب بالوزاد يرفعوا قضيه ضد من نشر هذا الخبر هذا، لان هكذا باش تحبسهم عند حدهم. انتوما في قناه الهداف تجي لي تقول لي رياض محرز يعتزل دوليا رسميا، رياض محرز يعتزل دوليا. هنا تحرضوا في الشعب باش يروح يسب رياض محرز، وكذب في كذب، ورياض محرز مازال يلعب حتى للان. انتوما في القناه تاع عباد هذاك اللي يجيب واحد الاخبار اللي ما كانش كاع منها، يجي يقول لك باريزون جمال بالماضي قدم الاستقاله تاعو رسميا وما راحش يولي 100%، وجمال بالماضي راهو مستمر، ويخرج جمال بالماضي يقول لك انا عندي عقد مع الشعب، ما عندي عقد مع حتى واحد، انا راني عندي عقد مع الشعب. يعني ما رانيش رايح عده مرات ويقول لك ما رانيش رايح، وانتم مازال يستقيل. انتم يا قناه الهداف درتوا على قويري وبالكذب، قلتوا باللي قويري راهو ينتظر اليورو تاع 2024 ولا ما على باليش، هو اليورو تاع الصغار، وتقولوا راهو طامع، مازال طامع باش يمثل المنتخب كيما نقولوا الاول، باش تحرضوا عليه اللاعبين. انتم يا الهداف اللي كنتوا تنشروا على آية نوري تقولوا باللي يتردد وينتظر المنتخب الاول باش تحرشوا الشعب عليه ويروح يسبوا وما يجيش، وغلق الكونت تاعو، غلق التعليقات لان سبوا الصون بيتي. انتوما يا قناه الهداف اللي قلتوا باللي واسمه شايبي يتردد بعد اختياره الجزائر، يتردد لان فرنسا عيطت له راهي 50-50 وممكن راح يروح لفرنسا وكذا. بعدها بيوم او بيومين شايبي دار لكم منشور بالتصويره تاعو العلم تاع الجزائر، وقال لك جو سوي تخي فيير، قال لك وبالدموع كاع وفرحه كبيره انني نخير المنتخب، وقال لكم باللي فرنسا ميرسي على فرنسا الاستدعاء تاعكم، عيطتوا لي بصح انا راني حايب نمثل الجزائر. هذه الامور اللي راكم ديروا فيها في البلاطوات تاعكم وتحرضوا في البلاطوات تاعكم. بالماضي ما راهوش مليح مع بوقره، الاتحاديه ما راهيش تقدم من بوقره، عندك امور خطيره هذه خطيره جدا جدا جدا. كيما بار اكزومبل الزغبه، انتوما كي تقولوا هكذا، يعني هنايا الجماهير كي يقراوها تاع شباب الوزاره يروحوا للباشا تاعو يبداو يسبوه يطيحوا له المورال. انتو تكسروا، انتو تكسير، انتو قناه تكسير، انتو قناه تهديم وتكسير ونشر كيما نقولوا الكراهيه ونشر الحقد والتحريض. التحريض هذه اللي لازم 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 الحكومه تتدخل. وراه كيما نقولوا هذوك المختصين بالاعلام وكيما نقولوا اللي واسمه السمع البصري، وراه هذا السمع البصري اللي راهو غايب. انا باش نشوف الهداف مازال يتمشي ومازال ينشروا الاكاذيب تاعهم وينشروا هذه الامور الخطيره هذه، وواحد ما حاسبهم. كاين يد وراء هذه القناه هذه، ممكن زغبه يرفع دعوه قضائيه ويروحوا ما يديروا لهم والو. يعني كاين يد وراء هذه القناه، واش هي هذه اليد هذه؟ لازم نوصلوا لها. خطير جدا، لان هذا قانونيا تشويه السمعه، التحريض، بث الكراهيه، هادو كاع يحاسب عليهم القانون. ما كانش منها انت كصحفي تجي دير واش حبيت، وما كانش منها انت محلل تجي دير واش حبيت. يا اكساس ما تقوليش احنا نحللوا، من حقنا نحللوا، من حقك تهضر ماشي تحلل. انت من حقك تهضر، او قناه الهداف باريزون نقولوا من حقكم تهضروا كشعب. انا كي نشوفكم كي تهضروا نقول باللي هذه ما راهوش كيما نقولوا قناه تحليليه، راك شايف؟ ما نقولش هذه قناه تحليليه، نقول هذه شغل كيما نقولوا قهوه، جماعه راهم مريحين في قهوه راهم يهضروا، من حقهم يهضروا.
بصح ما تجيش تقول لي من حقي الحلل، لان انتم لا علاقه بالتحليل، لا انت لا بوحنيكه لا بن شيخ لا قاسي سعيد، لا حتى واحد فيكم عنده علاقه مع، يعني كاش خطر انتم في الحصه تاعكم هذه جبتوا درتوا نقاط القوه نقاط الضعف تاع الخصم، جبتوا باريزون تكلمتوا على القائمه تاع جمال بلماضي، واش من الخطه التكتيكيه اللي لازم يلعب بها، هل افدتوا المنتخب، هل افدتوا المنتخب انه باريزون شفنا في المنتخب انه ما كانش انضباط تكتيكي، لازم يكون الانضباط التكتيكي تحركات اللاعبين، هاي لك الرياضه، هاي لك التحليل الرياضي. يوتوبرز بزاف اللي راهم يحكوا في هذه المواضيع الرياضيه اللي انتم ما عندكمش اصلا علاقه بها، ما عندكمش، ماشي معناتها كي لعبت كره قدم يا بشيخ معناتها تعرف تهضر كره قدم، تعرف تلعب كره قدم، اذا راك صح تعرف تلعب كره قدم ولكن ما تعرفش تهضر كره قدم. حلفت بربي باللي ما تزيدش تهضر على المنتخب وعاود وليت ومازال راك تهضر على المنتخب، حلفت بربي قلت لك نشف فيك وراني جيت نزيد نشف فيك هذه الخطره ثاني، حلفت بربي قلت اقسم بالله ما نزيد نهضر على المنتخب الجزائري، وراك تهضر عاود وليت وتهضر، وقلت لك باللي تكذب وراح تولي لانه كان ما تهضرش ما تاكلوش الخبز انتوما. نتمنى من الاتحاديه والاتحاديه هاز بزاف، بلادنا ما تمشيش بلا قانون، ما كانش منها تمشي بلا قانون وما راحش يحبسوا الرضع هذوما، ونتمنى من وزير الشباب والرياضه الجديد الرضع مع هاد الناس هذوما، الرضع تحبسهم عند حدهم، هادو ماشي تاع ديمقراطيه، هادو تعطي لهم ديمقراطيه يدوها كامل، ماشي يدوها كامل يعني يفوتوا الديمقراطيه للها يفوتوها، تنشروا في الاكاديميه الديمقراطيه عندنا الحق نهضروا، عندك الحق تكذب ماشي عندك الحق تهضر، اقصاص عندك الحق تكذب ماشي عندك الحق تحلل، واش من التحليل رياض محرز ما يقدرش يجري، ومن بعد خرجت قلت نو مصدر وبديت ترطب وكذا، واش من التحليل رياض محرز يعتزل دوليا رسميا، رياض محرز يعتزل دوليا، واش من التحليل اللي راكم تهضروا فيه، ديروا الفتنه وكاين مع ديلور وكاين كذا وكاين مشاكل وتدخلوا وتجيبوا في الاكاذيب اللي ما كاش كاع منها. نتمنى هادو لازم لهم، لا راه هادو يحطموا الكره الجزائريه، هادو لازم لهم الشرع، لازم لهم الرضع يا خاوتي، لازم حتى الجمهور الجزائري لازم يطالب في الوزاره وزير الشباب والرياضيه ولا اسمه يروحوا باريكسومبل لي باج تاعهم وكذا ويطالبوا ويديروا هاشتاغ ضد قناه الهداف هذه، هاشتاغ ثقيل صحيح في الجزائر، يخبط يوصل للدوله باللي هذه القناه لازم تحبس، هذه القناه ما نحرموش الناس باش يخدموا، بصح لازم تبدل الراي تاعها وتبدل لنا الوجوه كيما جمال بلماضي طلبتوه باش يبدل الوجوه، بدلوا لنا الوجوه، عينا منك يا بوحنيكه 10 سنين ل 15 سنه وانت ونفس الوجه، عينا منك يا بن شيخ، عينا منك يا قاسي السعيد، عينا منك يا اقصاص، عينا ديروا لنا تجديد، رانا نطالبوا الشعب الجزائري راه يطالب بالتجديد في البلاطو تاعكم، جيبوا لنا شباب التشبيب كيما دار بلماضي التشبيب، ديروا انتم ثاني التشبيب، جيبوا لنا ناس قاريين، ناس مثقفين اللي يهضروا كره قدم ماشي يجيو يطيروا ويقذفوا في الناس. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.